ممكن تقولها لنا طيب؟ هقولها لك بعد ما تخلص. احذف. لا. أعمدة الكليات يعني. بالنسبة لطلاب الأزهر البودكاست ده طبعا عشان هم يعني نعم. فكان محتاجين منك، بس أنت مريت بالتجربة قبلنا طبعا. نعم. حياة المفروض إحنا ندخل بها الكلية، أخلاقيات المفروض تكون عندنا عشان نعرف نتعامل مع الكلية. نعم. إزاي نتعامل مع الدكاترة، إزاي نكون صداقات على الأقل يعني مع الدكاترة، نعم. تكونش العلاقة اللي هو إيه. نعم. رسمية يعني أكثر من بالضبط. والله هو عامة يعني الطالب الأزهري هو أزهري من أول ما دخل الأزهر، مش أزهري من ساعة ما دخل الكلية بس. يعني كونك إن أنت دخلت الأزهر من ابتدائي أو من إعدادي فأنت خلاص كده أنت بقيت في مكانة غير باقي الناس. ولا يعني أنا مقصودش بكده إن الإنسان الأزهري يتعالى على الآخرين، لا، هو الموضوع مسؤولية أكتر من إن هو يعني بعيدا عن الكبر والغرور والكلام ده كله. هو ربنا سبحانه وتعالى خصك واختارك انك انت تتعلم، يعني سواء كنت ازهري في كلية شرعية او في كلية علمية، انت في كلا الحالتين ازهري. فربنا سبحانه وتعالى خصك ووضعك في مكانة يعني فيها مسؤولية. ليه؟ لان الناس عيونها بتبقى مسلطة على الازهري في مشيته في الدين عامة، يعني في الاشياء الدينية اكتر، في الاخلاقيات بتاعته. ما ينفعش انت تبقى ازهري وتعمل فعل غير اخلاقي، انت بتبقى ايه؟ قدوة للناس. فانت ازهري من اول ما انت دخلت الازهر، ايا كان دخلت الازهر في اي مرحلة او في اي سن، فانت من يوم ما دخلت الازهر بقيت صاحب مسؤولية كبيرة، الناس مسلطة الضوء عليك، فلازم تبقى على قدر المسؤولية دي. وان ربنا سبحانه وتعالى خصك ووضعك في هذه المكان لان هو عارف انت تنفع فيها ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بمعنى سبحان الله هذه الآية يعني فيها لطائف كثير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني جاب اللطف وخبرته بالشيء أو معرفته بالشيء. هو عارف إن عبد الرحمن أو أحمد أو محمد أو فلان هو ينفع هنا، ما ينفعش في مكان تاني. وكل واحد ربنا وضعه في مكانه هو ينفع فيها، هو اللي ينفع فيها، لأن لو اتحط في مكانة غير المكانة دي مش هينفع فيه أو مش هيأدي أو هتكون العواقب يعني مش محمودة. فربنا سبحانه وتعالى وضعك في مكانة علمية شرعية دينية، أنت المفروض تكون قدوة للناس. والأزهري حتى قال العلماء في تعريف الأزهري، قالوا الأزهري هو الفقهي مذهبا والخلوق سلوكا. والتالتة دي مش هقولها، احتفظ بها لنفسي عشان ما حدش يزعل يعني. ممكن تقولها لنا طيب؟ هقولها لك بعد ما تخلص. في اخلاقيات احنا قلنا. نعم. ازاي نتعامل مع الدكاتره؟ نعم. والله احنا لما دخلنا جامعة الازهر يعني الدكاترة ما كانوش بيعاملونا معاملة، يعني بالعكس كانت معاملة اخوية اكتر من ان هي كانت رسمية يعني. وده طبعا بيختلف باختلاف الاشخاص، ولكن نحسب كل علمائنا اللي في الازهر من دكاترة في الكلية او الناس اللي هي ماسكة اعمدة الكليات، يعني هم كلهم ناس افاضل وبيعاملوا الطلبة بمبدأ الاخوة والابوة اكتر من المعاملة الرسمية. فعلاقتك مع الدكتور لازم تكون، مش هنقول يعني صديق، او على الاقل تكون قريب يعني من الدكتور او المدرس، يعني او حتى المدرس اللي بتاخد عنده درس او اللي بتحفظ عنده قرآن، الشيخ اللي بيحفظ القرآن لازم يبقى فيه محبة وود. يعني حتى كان من الامام الشافعي قال اذا اردت ان تتعلم، قال اذا اردت العلم فعليك بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكر الستة بعد كده قال وصحبة ذا أستاذ وطول زمان، يعني الصبر وصحبة ذا أستاذ لازم يبقى فيه يعني في ود وفي محبة عشان حتى يبقى التواصل سهل وبدون حواجز، يعني ما تملش عشان ما تملش بالضبط كده. الطلاب اللي بيدخلوا السنة أولى غالبا في الأزهر أو في أي كلية عامة يعني نعم بيتنقلوا من بيئة بيكونوا هم موجودين في بيتهم مرتاحين. أكيد. غالبا بيكون ليه خصوصيته نعم. في بيته لوحده في أوضة لوحده. بيتنقل لبيئة هو في مجتمع وغصب عنه لازم يستمر في نفس المكان ده. بيكون نعم. معاه أصدقاء في نفس الغرفة. بالضبط. بيكون معاه أصدقاء مختلفين وطريقة تعاملهم مختلفة من بلدان مختلفة. يعني بينتقل لبيئة غير تماما البيئة اللي هو كان موجود فيها. تمام. فازاي يتعامل مع الوضع ده يعني؟ هو المفروض يعمل ايه في النقطة دي؟
هو اي انسان بينتقل من مرحله لمرحله تاني لازم في الاول بيلقى صعوبه في الموضوع يعني، لكن مع الوقت بيتعود، لان هو هيصاحب او يعني هيسكن مع ناس من مختلف المحافظات ومن مختلف حتى القرى يعني والمراكز، فكل واحد يعني ليه ايه، ليه بيئته اللي هو طالع منها مختلفه عن التاني، وليه وضعه اللي يعني احنا حتى بتكون البيوت جنب بعضها وكل بيت ليه نظام تاني يعني. فبالتالي لازم هيصطدم، يعني مش هيصطدم يعني هيلقى ان ايه البيئات مختلفه في التعامل، في طريقه الكلام، في كل حاجه. فهو مع الوقت هيتعود، يعني الموضوع بسيط يعني مش صعب، موضوع بسيط يعني، فهيتعود ويتأقلم وهيتعايش مع الامور.